يا مساء الفل على كل حبايبي. عندنا كام موضوع دايرين من ساعة ماتش القمة ومن ساعة الأهلي ما كسب الزمالك، وفي مواضيع شبه ثابتة معانا يوميًا. مدرب الأهلي، أزمة مستحقات الزمالك، منتخب الشباب عمل إيه وهيعمل إيه، وضيف عليهم بقى اللي طلع لنا النهارده تحليل المخدرات والإيدز لعيبة الزمالك. هنحاول نتكلم على كل نقطة كده إيه بإيجاز، بس نحاول نفهم الدنيا حوالينا فيها إيه. إحنا دايمًا بنحاول نستوعب الحاجات اللي بتحصل. الحاجة اللي أنا حابب أتكلّم عليها أول حاجة هي منتخب المغرب. عندنا منتخب الشباب بتاعنا ربنا كرمه خسر ماتشين، خسر اليابان 2-0 وخسر نيوزيلندا 2-1 وطلع من البطولة وما عملش أي حاجة في أي حاجة وكإنه ما راحش وكإنه ما جاش ولا لعيب تميّز ولا لعيب تألّق ولا حسّينا بوجود المنتخب أصلًا. في المقابل منتخب المغرب يكسب أسبانيا ويكسب البرازيل ويتأهّل أول مجموعة ويبقى من أقوى المرشحين للقب كأس العالم للشباب. دي نتيجة حاجة واحدة بس، ناس بتشتغل بإخلاص وبضمير وبتنمّي الموهبة، وبتشجّع اللعيبة على الاحتراف من وهُم صغيّرين، يطلعوا من وهو 16 سَنة و15 سَنة واللعيبة المُجنّسة وفي اهتمام بمنظومة الكورة مخلّي عندهم منتخب أول وشباب وناشئين وأولمبي كلّهم جامدين. أجيال بتسلّم أجيال في منتخب المغرب كلّها منتخبات قوية، وكلّها مرشّحة للألقاب. فنتمنى لإن إحنا عندنا مواهب وعندنا كوادر وعندنا مدربين وعندنا إمكانيات وبنية تحتية قوية، نتمنى إن إحنا كمان نرجع تاني نحتل أفريقيا ونحتل العالم وننافس ونعمل أجيال من المنتخبات قوية. إحنا خدنا قبل كده تالت عالم وخدنا رابع عالم وخدنا منتخب شباب وخدنا برونزية وعملنا وعملنا. الكلام ده لازم نفوق بدري، وهيبقى لينا حلقة كاملة أو فيديو كامل عن الاستثمار الرياضي في مصر، بس ما حدش يزعل من الكلام اللي هاقوله، أو بمعنى أصح اللي هيزعل من اللي هاقوله هو اللي شغال شغل مش مضبوط، اللي شغال مضبوط هيفرح بالكلام اللي هاقوله، بس ده مش وقته دلوقتي. نروح لموضوع مدرب الأهلي. بدأت كده تظهر البشاير ومن ساعة ما الأهلي كسب الزمالك إن خلاص كابتن عماد النحاس مكمّل شوية كمان. الأهلي مش عارف يجيب مدرب قوي، المدرب القوي مرتبط بنادي حتى اللي مشي طلباته عالية. يمكن لاج البرتغالي برونو لاج اللي هو بتاع بنفيكا كان كل حاجة وصلت رغم إن الأهلي وافق على شروطه المادية العالية، ولكن وقفت عند الشرط الجزائي. الشرط الجزائي كان هو طالب إن مدة العقد كامل، من وقت ما هتمشيه ياخد مدة العقد كامل، وده كان سبب رفض الأهلي، لأن ده اللي الأهلي بيعاني منه مع كولر. كان قالوا له أوكي، ولمّا جات الإقالة طلب عقده كامل بيجدولوا وجدولوا مستحقاته وموضوع كده. فهو بسبب كولر موضوع لاج باظ، وكان في كلام على فتحي تريم التركي وحمزة أوغلو التركي برضه، بس لأسبابٍ ما الأهلي ما يعني حمزة أوغلو الأهلي كان موافق عليه وكان خلاص شبه الموضوع خلصان، بس فكرة إن هو بيحب يرجع يبقى تابع لفتحي تريم دي بموضوع صعب، وفتحي تريم عامل السِن فارقة معاهم. توماس بيرج باظت عشان خلاص لآخر وقت كان هيمضي فعلًا في الأهلي. فإذا ما فيش مدرب أجنبي قوي في الوقت الحالي، بالإضافة إلى تحسُّن النتايج مع كابتن عماد النحاس، وفي لعيبة بدأت ترجع تاني زي حسين الشحات، الأوضة بدأت تهدى مع الكابتن وليد صلاح. فالاتجاه الأقرب إن الكابتن عماد النحاس مكمّل لحد التوقُّف، مش اللي جاي بتاع شهر 10، لأ هيبقى لحد التوقُّف بتاع شهر نوفمبر أو ما بعده. يعني بنسبة كبيرة كابتن عماد النحاس مكمّل كمان شهر نوفمبر مع الأهلي. والأهلي هيبدأ يدوّر على مدير فني أجنبي بكثافة وبجدية أكتر فترة التوقُّف الطويلة اللي هي بتاعة كأس العرب وكأس أفريقيا. النقطة التانية اللي حابين نتكلّم فيها موضوع الكابتن تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق والإعلامي الزميل وصاحب الانفرادات. اتكلّم فيها النهارده إن وزارة الرياضة بعتت خطاب لنادي الزمالك بتسأل فيه عن موقف الأجانب من تحليل المخدرات وتحليل الإيدز و وحاجة تاني، تحليل مخدرات وتحليل إيدز، وكان في حاجة تاني يعني مش متذكرها.
من ضمن الحاجات بتاع ترخيص العمل. فال3 حاجات دول وزارة الرياضة بقى تسأل عنهم. لو ده إجراء بيتعمل مع كل الأندية تمام، ما فيش مشاكل، يعني أنا مش شايف إن فيها مشكلة عادي. لو مع نادي الزمالك بس يبقى هنسأل ليه؟ اشمعنى تحليل مخدرات للاعيبة الأجانب في الزمالك؟ وتحليل إيدز دي جديدة سواء بقى للزمالك أو لكل الأندية. أنا أول مرة أسمع عنها. واشمعنى نادي الزمالك؟ لو هو نادي الزمالك فعلا اشمعنى؟ هل في حاجة معينة؟ هل فعلا فيديوهات شيكو بانزا والتصرفات بتاعته؟ هل في حد بلغ حاجة للوزارة؟ هل في معلومة وصلت للوزارة كده ولا كده؟ محتاجين نعرف، محتاجين نعرف أكتر بصورة أسرع وبصورة يعني بالغة الأهمية. هل الجواب ده من وزارة الرياضة لنادي الزمالك فقط أم لكل الأندية؟ عشان الموضوع ده ممكن يبقى وراه كلام كتير. أزمة مستحقات الزمالك خلصت زي ما عرفنا عن طريق مهندس هشام نصر. دفع فلوس للنادي قرض حسن بدون فوائد يستحق الدفع. أنا دايما عندي اعتراض على إيه؟ على التمويل الشخصي للنادي أو الدعم الشخصي للنادي. الدعم الشخصي للنادي هيبقى نوعين: نوع قروض زي ما عمل كده كابتن هشام نصر مشكورا، مشكورا، وكل من يساهم في دعم نادي الزمالك مشكورا، ولكن مش هي دي الحلول. انت كده بتزود ديون نادي الزمالك. انت بدل ما انت بتستلف من بنك او بتستلف مش عارف من حقوق فلوسك بتاعه البث بتاعه نهايه الموسم تاخدها دلوقتي، بتستلف من اشخاص، والاشخاص دي هتعوز فلوسها وهتطالب نادي الزمالك وهتطالب المجلس الجديد اللي هيجي ايا كان هو مين بالفلوس دي. ده حقها. هل ده حل؟ لا. وقلنا النوع التاني من الدعم بيبقى منحة، واللي هيديك منحة النهارده مش هيديها لك بكره، مش هيديها لك بعده، مش هيديك كل شويه ملايين 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 عشان تقوم النادي. حلول رجال الأعمال صعبة ومش حلوة على الزمالك، دي ما هي إلا مسكنات، والزمالك محتاج حلول جذرية للمستحقات. مش الشهر ده مهندس هشام نصر هو اللي حل الموضوع، الشهر الجاي مين؟ طب الشهر اللي بعده مين؟ لازم نشوف حل الموضوع ده. شكرا لك.